السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ابن أم وليد، أنا اللي ما شاعت بيا ومعليش كيما قال لك أمك تبقى أمك. شو أنا ما نهضروش فيها، النميمة ماشي مليحة خاطر راهي هنا في الصالة. فاهم مانيش باغي نهضر فيها تسمعني ولا. هذه الحرفة تاعي وأنا اللي علمت ما عليها، سمت روحها أم وليد باش تخطف لي الأنظار. معليش اليوم غادي نديركم وصفة جميلة وجديدة. تابعونا بعد الفاصل. عزيزتي المشاهدة، عزيزي المشاهد، أول شيء يجب أن تكون لك مقلاة جميلة ومصدية وبلا يد. ثاني شيء يجب أن يكون لك غاز يشعل. Really, nigga? تذكروا شيئا جيدا، ابن أم وليد يحضر لكم أطباقا وشهوات للزوالي فقط. غير اللي محتمة عليه واللي ما عندهش دورو في جيبه واللي مسكين مقطع وما عندهش يقدر ياكل ويقدر يعيش مع ابن أم وليد. بعد الفاصل نواصل. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، لدينا ملعقة كبيرة من الماء تحسب له. لدينا شنيور خبز بتقريبا نصف تبانة. ملاحظة، الخبز صابح منذ 5 أيام. لدينا فتات الخبز. نعرف أن الجزائريين كي يأكلوا كالدجاج، لذا يتبقى هذا الفتات. نحن نلايم الفتات في شكارة. مرة أخرى، عندما يتبقى لكم فتات الخبز ليموه في شكارة وديروا هذه الطريقة. يجب أن يكون لنا سكين حاد. نبدأ طريقة التحضير. كونوا معنا. أول شيء اشعل الغاز وابتعد. ثاني شيء ضع المقلاة الجميلة فوق النار. خلي المقلاة بعد 5 سكوند. ثالث شيء خذ الخبز اليابس قطعه بالسكين على حساب المقلة التي لديك. بسم الله. هذا الشيت ما تقيسهش، قطعه إلى فتات من الخبز مع أخواته. يجب أن تضع فتات الخبز في أطراف المقلاة هكذا. عزيزتي المشاهدة، عزيزي المشاهد، احمل السكين واتقب تقبات خفيفة في الخبز. لكي يخرج لافابور اللي في الداخل. يبدو أن الخبز طرى بدرجة الحرارة. انتظروا هكا واحد قررت نخمم دقيقتين. كما كنت نقول لكم، ما أم وليد كانت تدير في البيت أطباق جميلة، وأنا اللي كنت نكاميريها وشاعت، والحمد لله. وهذا بفضلي أنا هو ولدها، أنا هو وليد. ومن اليوم فصاعدا غادي نحضر لكم وصفات جميلة بصح ولا على شرط. نحضر الأكلات غير اللي الدورو ما عندهاش في الجيب. نقلب الخبز. هذا الحروقية هذا اسمه تحميص الخبز. غادي نوجد لكم أكلة فطور الصباح، وهذه أكلة فطور الصباح قليل اللي يحصلها. هذه أكلة مفضلة في لندن ومفضلة في إطلنطا ومفضلة مام في ولاية البوزمبيق وتيغن تورين وتشيغندف. أنا هذه أول مرة ندير لكم أكلة فطور الصباح للزوالي اللي مقطع، اللي ما عندهش مسكين دورو في جيبه. وكذلك ندير لي فيديو اسمي ديزات ساموس في اليوتيوب عفوا، كما يظهر لكم في الشاشة. تابعوني، ضحكوا معايا، قصروا معايا. راني هنايا كل يوم بريسك فيديو ان شاء الله، او كل يومين او كل اسبوع. ما نطولش على احبابي. الله 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 الله. يبدو انها تشوقت، لا بطريقة
تشوطت. لكن عزيزتي المشاهدة، كي يصرى لك هذا البروبليم، كي تتشوط لك الخبز، سهلة مهلة انتيا تحصيلها في العيد. تعرفي تقشري البوزلوف، هيا ديري لها غير عاد. انظري تصبح جديدة، تحسب خرجت جديدة غير مدروك من لاميزون. كيما راكم تشوفوا طابلنا فطور الصباح، نتلاقوا في مائدة التقديم. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، رانا في طاولة التقديم. عندنا الخبز المحمص اليابس، عندنا فتات الخبز. هذا هو فطور الصباح. كيفية الأكل: يجب أن تقطع الخبز بهذا الشكل. افتحي بهذا الشكل. ضعي فتات الخبز هنا هكذا عزيزتي المشاهدة، عزيزي المشاهد. يتبقى القليل لأولادكم وأحفادكم. ما تكونوش تهرقموا بزاف، غير بشوية كونسومو. والأشياء اللي تبغوا تقيسوها خموا قبل ما تقيسوها. اضغطي على الخبز هكذا عزيزتي المشاهدة. هذه الطريقة تنقام لك خير من الكاليطا، خير من المقرود، خير من الكاطو، بلا ما تشري الدهان، بلا ما تشري كونفيتير، بلا ما تشري فرماج. فقط الخبز بشرائح الخبز. نوريكم طريقة الأكل بالصحة والهناء. شراك دير؟ روح تالي بارتي. احنا عائلة نبينو غير يدينا، ما نبينوش وجوهنا. لا راني نصور في روحي. كشفتنا ما نبينش وجهي. هكذا وتقدر نوريك. تخليني ندير فيديو ولا ما تخلينيش؟ نبين وجهي ولا ما نبينش؟ نبين لك شوف وجهك. ما تبينيش عمك وهو خليك وهو. كان ضربتني. نتلاقوا في وصفة جديدة. ايه حق نبين غير يديا. نتلاقوا في وصفة جديدة. ابوني في ماشين يوتيوب. نحبكم يا جدكم. سلام.